سلام، كي راكم معايا؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم وصفه جديده بالباذنجان. هاد الوصفه سهله وسريعه واقتصاديه وبزاف بنينه. تقدروا تحضروها لضيوفكم وفي مناسباتكم. تحمل الوجه وقراف في البنه ما تنشبعش. ونزيدكم حاجه، انا ملي درت لهم هاد الوصفه ولاو كل ما يكون باذنجان متوفر في الدار يقولوا لي دينا هاد الوصفه. يعني غير جربوها ومتاكده غادي تعجبكم. انا فرح ومرحبا بكم في قناتي مطبخ فرح. قبل ما نبداو نصليو على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ما تنسوش الاعجاب بالفيديو، اشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. بسم الله ونبديو على بركه الله. هنايا انا عندي باذنجان ولا كيما نقولوا حنايا البرانيه. كانت عندي هنا متوفره باذنجان بيضاء والكحله. وانت الباذنجان اللي عندك خدمي بها هاد الوصفه، يعني ماشي شرط تخدمي بالباذنجان البيضاء والكحله. يعني لا عندك باذنجان بيضاء خدمي بالباذنجان البيضاء، عندك باذنجان كحله خدمي بها الكحله، عندك في زوج ديري كيما درت انا. هنا كيما راكم تشوفوا راني نقطع في الباذنجان تاعي شرائح طوال كيما راه موضح في الفيديو. وهاد الوصفه خاصه اللي ما يبغوش الباذنجان ديروها لهم بهاد الطريقه. وشوفي الطبسي غادي يلحسوه من كثره البنه تاعها بزاف بنينه ما تنشبعش. يعني انا حضرتها ومن بعد ما عجبتهم بقاو كل خطره يطلبوها مني قراف في البنه. غير جربوها وما كمش غادي تندموا. هنا من بعد ما نقص باذنجان تاعي نجيب صينيه تاع الفرن ونديرها تنشوى، يعني ندير لها شويه تاع الملح وشويه تاع الزيت ونديرها تنشوى في الفرن. يعني ما تديلكش بزاف الوقت، واحد 2 دقائق ولا 3، يعني ما تديرش بزاف الوقت الباذنجان في الفرن. هنايا جبت الصينيه تاع الفرن تاعي غادي نسدف فيها دوك الباذنجان، يعني سدفي على حسب الصينيه، ما ديريش حبه فوق حبه باش تنشوى لك في الساعه وما تديلكش الوقت. يعني قلت لك تديلك 2 دقائق، ولا انا درت نص الاول. الصينيه تاع الفرن تاعي صغيره، درت الكميه الاولى ودرت لها شويه ملح شويه زيت ودرتها تنشوى. ومن بعد 2 دقائق ولا نشوات لي قلعتهم وقدرت الكميه الثانيه وكذلك هي درت لها شويه تاع الملح ودرتها حتى هي تنشوى. يعني نتوما كديروها في الفرن ما تقلبوهاش، غير دخلوها 2 دقائق وتخرجوها تلقاوها نشوات. فهمتوني البنات؟ وديروا هاد الحركه باش هذاك الزيت يدخل تحت الباذنجان، باش الباذنجان ولا البرانيه ما تنحرقش. هنا غادي نديرها في الفرن ونولي لكم. هنا البنات شو نحضروا الحشو. الحشو اختياري. انا هنا كانت عندي كفته ومطحنه معها البصله، درتها في مقله ودرت لها شويه تاع الزيت وشويه تاع الملح ودرتها على النار. نتوما تقدروا ديروا اي حشو، تقدري ديريها بصدر الدجاج ولا تقدري ديريها ببصل وفلفل ولا بصل وخضار، يعني اي حشو تبغيه، ولا بصل وبطاطا، يعني اي حشو تبغيه ديريه بها. انا كان متوفر عندي الكفته بغيت نديرها بالكفته. وكذلك عندي 2 حبات تاع طماطيش. يعني في هذه الوصفه الحاجه اللي مهمه فيها باش تجيك بنينه هي الطماطيش، يعني الباذنجان يبغي الطماطيش. هنايا من بعد ما تقلات لي هذيك الكفته تاعي، من بعد ما طابت غادي نفرخها وفي نفس المقله غادي ندير طماطيش طيب. يعني هنا كانوا عندي 2 حبات طماطم كبار، ربيتهم وغادي نديرهم يطيبوا. نضيف لهم شويه تاع الملح شويه تاع الزيت وشويه تاع فلفل اسود ونديرها طيب هذيك الطماطم. هنا البنات من بعد ما طابوا لي المكونات تاعي، يعني طابت لي البرانيه وطابت لي هذيك الطماطيش، هنا انا بغيت نضيف البطاطا. هنا عندي 2 حبات تاع بطاطا كنت طيبتهم في الماء والملح، بغيت نضيفهم للكفته. يعني انا هذا هو الحشو المفضل عندي، نخدم به اي مملحات ولا نخدم به حتى كسميوه حتى البوراك. يعني هاد الحشو يجي بزاف بنين. البطاطا تضيفيها للكفته، ولا كان عندك صدر الدجاج تضيفيها للدجاج، ولا كان عندك حشو تاع فلفل وبصله وخضار تضيفي له هاد البطاطا، يعني يجي بزاف بنين. البطاطا هذه تزيد نص في الحشو. يعني الحشو اللي ديري فيه الزيت وطيبيه في المقله كيما دوكا انا طيبت الكفته درت لها الزيت ودرتها في المقله، ولا طيبي بصل وفلفل ولا ديريه في المقله، يعني يكون فيه نسبه تاع الزيت، تضيفي لها هاد البطاطا اللي تكوني طيبتيها في الماء والملح تشرب هذاك الزيت والحشو يجي قراف في البنه. نتمنى تجربوا هذا الحشو، هذا الحشو يجي بزاف بنين. وتقدروا غير هذا الحشو ديروه كرويات وديروه في البيض وديروه في لاشابي وتقليوه قنبله في البنه. صدقوني بزاف بنين، غير جربوه. هنا انا دقته وخرجت شويه من السوس، ضفت له شويه تاع الملح شويه في الاسود وراني نخلط فيه.
هنا راني ندوق فيه ونقول لكم بنين، غادي نكمله. بصح فريمون بنين ما ينشبعش بلا صدقوني، انا بعدا يعجبني بزاف. هنا جبت البلا اللي غادي نطيب فيه الكراطه تاعي. درت الطبقه الاولى طماطم كما راكم تشوفوا، يعني كما قلت لكم هاد الوصفه يليق طوماطيش، ديري طوماطيش ولا ما كانش متوفر عليك طوماطيش تاع الحبه، ديري فيه مقله وديري شويه تاع الماء وزوج مغارف كبار تاع طماطم مصبره مع شويه ثوم كي تخدمي لاصوص تاعك، فهمتوني البنات. المهم هاد الوصفه ما تجيش بلا طوماطيش، البرانيه تبغي الطوماطيش يعني الباذنجان تبغي الطوماطيش. هنايا راني نجيب الشرائح تاع الباذنجان تاعي وغادي ندير لها الحشو هذيك كما راه موضح في الفيديو ونبلعها، يعني سهله ما كاش اسهل منها. ونسدف في البلا تاعي هذه الحبه الثانيه كيما راكم تشوفوا، وتلوي الباذنجان تاعك وتحطيها في البلاط تاعك هكا حتى نكمل كاع الحبات، يعني ساهله ماهله. اللي وصلت المشاهده تاع الفيديو حتى لهنا ما تنسايش اختي ديري جيم واشتركي في القناه الا ما كنتي ماشي مشتركه فيها، وخلي لي تعليق شباب. هنا من بعد ما سدفت الحبات تاعي غادي نضيف هذيك الطماطيش يعني فوق الحبات تاع البرانيه. هنا تبغي تضيفي جبن المبشور ولا تضيفي لاصوص بيشاميل ولا تضيفي ولا ما تبغي كاع ما تضيفيش ما تضيفيش. انا كان عندي هاد الجبن تاع الساندويشات هذا هو اللي كان متوفر عندي، ضفته البلاط تاعي للكاطه تاعي. انت تقدري تضيفي اي جبن عندك ولا ما تضيفيش كاع، خاطر ديك الطوماطيش غادي لي تكون من تحت غادي تطلع، وهذيك الطوماطيش اللي درناها من الفوق غادي تعطي اللون للكاطه تاعي. هنا البنات من بعد ما طابلي يعني درتها في الفرن شعلت عليه من التحت ومن بعد طفيت من التحت وشعلت من الفوق دغيا تحميره، يعني هنا كلشي راه طايب في 10 دقائق يعني يكون واجد. شوفوا البنات قنبله في البنات، نقسم لكم بالله بزاف 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 بنين، يعني بزاف بنين. نتمنى غير تجربوه والله يا البنات جربوه ما كومش غادي تندموا، بنين بنين بزاف. وانا هنا راني غير نوري لكم كي زعما جا داير، وتلاقيت روحي كاليا حبه ونص كثرت ما بنين بزاف صدقوني بزاف بنين، يعني غير جربوه. يعني هذه الحبه الاولى كملتها وماش ندخل في الزوجه، يعني غير من الفيديو باش ما يجيكمش طول ما نكمله قدامكم نورمال. ما في الدار يعجبهم وشحال من مريت كي يجيبوا الباذنجان ديروا هنا بهذيك الطريقه تاع الكغاته اللي درتي ولاو يطلبوها مني، يعني كل ما يكون عندي باذنجان ولا البرانيه في الدار يقولوا لي ديري لنا هذه الوصفه. اتمنى تجربوها وان شاء الله تعجبكم. كاينه حاجه البنات من الافضل يعني في الشرائح تاع الباذنجان تاعك خلي هذيك القشره غير في الاطراف، يعني هذيك القشره البيضاء ولا الكحله خليها غير في الاطراف تاع الشرائح تاع الباذنجان، فهمتوني البنات. يعني كما درت انا خليت حبات فيهم القشره تاع من تحت، لا نتوما نقيو قشروا هذيك القشره خليوها غير في الاطراف تاع الشرائح. نتمنى تكونوا فهمتوني البنات. تنسوش اعجاب بالفيديو واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.